السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه كده مع بعض. النهارده بقى طبعا سابع يوم من ايام الشهر المبارك. يلا بقى كده نشوف هنعمل ايه كده على الفطار النهارده. اول حاجه بقى كده معانا لصدور فراخ مقطعينها لمكعبات بالشكل ده كده، بس المكعبات تكون سميكه شويه علشان واحنا بنسويها ما تنشفش معانا. ومعانا بقى كده كمان فلفل وبصل وطماطم مقطعينهم لمكعبات بالشكل ده كده، على قد حجم قطع الفراخ بالظبط. ومعانا بقى زيت وعلبه زبادي، ومعانا معلقتين كبار من الخل وكزبره والسبع بهارات وبابريكا وبهارات فراخ وملح وكمون وفلفل اسود. مش هنستخدم بقى غير المكونات دي بس بالظبط كده، وبجد بجد تتبيلة هتكون ان شاء الله جميلة جدا. ومعانا بقى ليمونة طبعا. اول حاجة بقى كده هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا، طبعا غسلينها كويس جدا ومصفيينها بقى من المية. هنضيف عليها بقى الخل. ضفنا بقى الخل، وهنضيف كمان علبة الزبادي بالشكل ده كده. ما تنسوش بقى تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده، وتسلم ايديك يا ست الكل. وشكرا جدا ليكم، بجد بشكركم من كل قلبي على كومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتساعدني دايما. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. بعد بقى ما ضفنا الزبادي بقى بالشكل ده كده، هنبدأ بقى نضيف ليمونة كاملة. بمناسبة بقى كده ان النهاردة سابع يوم من ايام الشهر المبارك، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا، اللهم استجب لنا دعاءنا، اللهم امين يا رب العالمين. بعد كده بقى هنضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود بالشكل ده كده. هنضيف بقى كده من كل حاجة نص معلقة صغيرة، ما عدا الملح طبعا هنظبطه كده على حسب رغبتنا. هنضيف بقى كده نص معلقة من الكمون، معلقة صغيرة. بعد كده بقى هنضيف الملح. بس كده بالشكل ده. هنضيف بقى كمان كده نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. اللي وصل معايا بقى لحد هنا كده في الفيديو، ما تنسوش تضغطوا اللايك. هنضيف كمان نص معلقة صغيرة من البابريكا. نص معلقة صغيرة من السبع بهارات بالشكل ده كده. ونص معلقة صغيرة من الكمون. طبعا بقى لو حابة بقى تنقصي او تزودي نوع من انواع التوابل، طبعا تبع رغبتك، اللي يريحك بقى كده اعمليه. هنضيف بقى كده معلقتين او 3 معالق كبار من الزيت بالشكل ده كده. هنقلب بقى كده المكونات اللي احنا ضفناها بقى على صدور الفراخ بالشكل ده كده. طبعا ممكن نستخدم الوراك بتاعة الفراخ، بتكون طرية جدا وجوسي. والفراخ برضو والله لو استخدمناها بطريقة صح وقطعنا حجمها ما يكونش صغير قوي، مش هتكون ناشفة ولا بتشد معانا واحنا بناكلها. هنقلب بقى التتبيلة كويس جدا كده بالشكل ده. بجد التتبيلة ريحتها كان خطير والله يا جماعة، ان شاء الله هتعجبكم. عاوزة بقى كده اقول لكم ان انا زودت كمان، بس كانت الكاميرا فاصلة، زودت كمان رشة كده من القرفة عشان بقى تطلع نكهة وطعم جميل كده. بعد بقى ما قلبنا التتبيلة كويس كده في الفراخ، هنغطيها بقى كده بستريتش ونحطها في التلاجة لمدة ساعتين، ساعتين بس اقل حاجة نسيبها في التتبيلة. ويلا نشوف هنعمل ايه بقى بعد كده. هنعمل بقى كده جنب الشيش تاووك، هنعمل بقى مكرونة كده جميلة جدا ومفلفلة كده وحلو.
طبعًا ممكن نعمل رز بسمتي أصفر عادي جدًا، وممكن ناكلها بقى بعيش، طحينة بقى وسلطة، صوص تومية مثلًا، مايونيز، كاتشب، هتكون جميلة جدًا برضه. ضفنا بقى كده في المَيّة اللي بتغلي رشة كده من الملح، وبعدين ضفنا بقى المكرونة، وسيبناها بقى أخدت غلوتين 3 كده لمدة 3 أو 5 دقايق كده على النار. صفّيناها بقى من المَيّة وضفنا لها بقى الصلصة كده، شايفين بقى الصلصة حمرا وجميلة إزاي؟ هنضيف لها بقى كده نُص معلقة من البابريكا، ونُص معلقة كزبرة، ونُص معلقة من السبع بهارات، ونُص معلقة صغيرة من الكمون، وهنضبّط لها بقى الملح بتاعها، وهندّيها بقى رشة فلفل أسود كده، وبعد كده بقى نديلها بقى تقليبة حلوة كده. طلعت لها بقى كده كيس صلصة من اللي احنا مفرزينه مع بعض، شايفين بقى الصلصة بتاعتها لونها احمر وجميل ازاي؟ بجد بجد المكرونة كانت طعمها جميل جدا. ونقلبها بقى كده كويس كده، وهنسيبها بقى كده على نار هادية خالص بالشكل ده كده، ونغطي عليها بقى لحد ما تبقى جاهزة معانا. يلا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. جبنا بقى معلقة سمنة كبيرة كده بالشكل ده، وسيحتها بقى كده على النار، وبعدين بقى ضفناها على المكرونة كده تديلها لمعة كده وطعم حلو، وهنديلها بقى تقليبة بالشكل ده كده، ونغطي بقى عليها كده لحد ما تبقى جاهزة كده معانا. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده، وهي بقى نعمل شوية شوربة لسان عصفور كده على مزاجكم. لازم طبعا جنب الأكل كده طبق شوربة كده حلو نشربه جنب الأكل. جبنا بقى كده الطاسة على النار، وضفنا فيها بقى معلقة كبيرة من السمنة، وبعدين ضفنا بقى لسان العصفور. نفضل بقى ايدنا فيه كده علشان ياخد كله لون واحد مع بعضه، يبقى كله نفس اللون كده. بعد ما ياخد معانا اللون الذهبي الجميل ده، نبدأ بقى نضيف عليه المية على طول بالشكل ده كده. هنضيف بقى عليه كده مكعب مرقة دجاج أو بهارات فراخ، ونضيف بقى عليه رشة من الفلفل الأسود، ورشة من السبع بهارات، يعني ربع معلقة من كل حاجة كده، وربع معلقة كمون. ونظبط له بقى الملح بتاعه، ونخلي بالنا لأن مكعب المرقة اللي احنا ضفناه بيكون فيه ملح علشان ما تبقاش مالحة معانا. هنغطي عليه بقى كده. هنضيف عليه الأول كمان معلقة كده من الصلصة عشان تبقى شوربة لونها حلو كده، ونغطي عليه كده، وأول ما ياخد أول غلوتين نطفي عليه ونسيبه متغطي، وهيستوى ويبقى جميل معانا. يلا بقى كده نجهز الشيش طاووق بتاعنا بعد بقى ما عدى ساعتين ونص بالظبط كده. طلعته بقى من التلاجة وهو بقى بالشكل ده كده، شرب بقى من التتبيلة كده وبقى جميل جدا. معانا بقى طبعا البصل والفلفل والطماطم اللي احنا مقطعينهم مكعبات، وطبعا جبنا بقى خلالة الشيش طاووق او عصيان الشيش طاووق بالشكل ده كده، وهنبدأ بقى ايه نرتب الشيش طاووق بتاعنا زي ما انتوا تحبوا. طبعا ممكن كمان لو مش حابين تضيفوا خضار في خلات الشيش طاووق عادي خالص، استخدموا الصدور بس كده في الشيش طاووق وهتستوي وهتبقى معاكوا زي الفل. اول حاجة بقى كده ضفت شريحة من البصل، وبعدين ضفت قطعة دجاج، وبعدين حطيت بقى طماطم فلفل بصل فراخ طماطم فلفل بصل، وعلى هذا النظام بقى بالشكل ده كده. طبعا بقى ممكن نرصها كده بشكل عشوائي عادي جدا، هتبقى معانا برضو زي الفل وطعمها جميل. حابة بقى كده اشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتسعدني دايما. والله يا جماعة بفرح جدا بكومنتاتكم دي جدا، وبتشجعني ان انا استمر وانزل لكم فيديوهات. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. حابة بقى كمان كده افكركم كده، لو انتوا جداد في قناتي واول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم مني اشعار بكل فيديو جديد انزله. هتلاقوا كده تحت الفيديو بالظبط كلمة اشتراك بالاحمر، اضغطوا عليها هيظهر لكم علامة الجرس، اضغطوا بقى على علامة الجرس اللي هتظهر دي، واختاروا كلمة الكل، وكده بقى عيلتنا نورت بيكم، وكلكم كده منوريني ومشرفيني، ووجودكم على راسي من فوق. عاوزة بقى كده عيلتنا تكبر بيكم، وعاوزاكم بقى تفضلوا كده تشجعوني بكومنتاتكم الجميلة دي. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، وربنا يحقق ليكم كل امانيكم اللي انتوا بتتمنوها يا رب. هخلص انا بقى كده باقي الكمية وهرجع لكم بعد بقى ما عملت باقي الكمية كلها بقى بالشكل ده كده. يلا بقى كده نروح بقى كده نسويها على النار.
هنجيب بقى طاسة كده على النار. هنا بقى كان لسان العصفور خلص والمكرونة كان فاضل لها 3 دقايق بالظبط بتبقى جاهزة معانا. جبنا بقى كده طاسة على النار وحطينا فيها زيت وسيبنا الطاسة تسخن كويس كده والزيت يسخن كويس علشان بقى ننزل على طول بالشيش طاووق بتاعنا ياخد صدمة كده بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نسويه بالطريقة دي، ممكن طبعا نرصه في صينية وندخله الفرن. بعد بقى 3 دقايق بالظبط كده هنهدي بقى النار عليه كده ونبدأ بقى نقلبه بالشكل ده كده. هنوطي النار بقى عليه كده نخليها بقى وسط كده علشان يستوي معانا كويس. بعد بقى ما بنقلبه بالشكل ده كده هنغطي بقى عليه بقى كده وهكمل باقي الكمية ونشوف بقى الشكل النهائي للفطار بتاعنا. وهعمل كمان بقى كده شوية كده سمبوسك بالجبن والرومي المدخن، ويلا نشوف بقى الشكل النهائي للفطار بتاعنا. زي ما انتوا شايفين بقى كده عملت بقى عصير برتقان بالشكل ده كده، ودي السمبوسة بقى بالجبن والرومي المدخن طعمها بجد جميل جدا. وعملت بقى شرايح طماطم وعملت كمان السمبوسك دي. وده بقى كده لسان العصفور، شايفين لونه جميل ازاي، وشايفين بقى المكرونة مفلفلة وجميلة ولونها مظبوط. وده بقى الشيش طاووق بتاعنا طالع بجد طعم وشكل ولون خطير بجد. ودي بقى باقي الكمية بتاعت الشيش طاووق بالشكل ده كده. وعملنا بقى شرايح طماطم وشرايح خيار ومخلي اللفت بقى اللي احنا عاملينه مع بعض بجد طعمه جميل جدا. شايفين بقى الجمال والحلاوة. ما تنسوش بقى تقولولي رأيكم ايه في الكومنتات وتضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده، واللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة علشان عيلتنا تكبر بيكم وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.